موظف جوه تيم انت شاطر وبتحقق ارقام كويسه والى اخره، فممكن بسبب الكبر او ان انا استحق بقى خاصه ان انا ابقى تيم ليدر وزاوت يعني ليدنج، او ان انا حتى اتعلم ليدنج، او ان انا اتحط في مواقف تبين ده، او ان انا اشوف هطبق الليدرشيب ازاي. فبتلاقي حد طلع بقى موظف هوبا تيم ليدر وقع، ما خلاص، ما بالظبط كده وما يقدرش يرجع خطوه لورا كمان. يمكن انا بقول لكل الناس اللي بتحضر معايا اي تريننج كورس في المانجمنت، بقول لهم مقوله مهمه جدا وانا شايفها خطيره وابدا بنفسي بيها: عايز تكون مدير كويس تخلص من الكبر. ساعتها هتلسن للموظف، هتتعاطف معاه، هتفهمه، هتقرب منه، هتعمل كل حاجه. طول ما انت في كبر مفيش مانجمنت، تهرب المانجمنت بره الموضوع. الاثنين دي دوم فيت مع بعض. صح. انت تخلص من كبرك قبل ما تتكلم ان انت كمدير. لان لو انت ما عندكش كبر، اي واحد هيكبر هتكبره، هتنفست في الناس اللي معاك. صح. هتعمل الحته الايكويشن هتختلف خالص. فلازم نفكر ان احنا الاول تحضر نفسك ان انت تبقى مدير ناجح. ساعتها ممكن انت